السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. جيتكم اليوم بفيديو مشتريات، الفيديو اللي بتحبوه كلكم وأنا متأكدة من هالشي. بس أنا صراحة قصرت الفترة الماضية بتنزيل فيديوهات المشتريات نظرا لظروف الناس اللي حوالينا، الله يعين العباد. فيعني سبحان الله حسيت إنه هيك أنا عم بستفز شريحة من الناس ما حابة كنت ازعجها أو ضايقها. اليوم مشترياتي بسيطة كتير من محل كتير بسيط. نحن عنا اياه هون بأبو ظبي، يعني هو محل بيبيع اشياء وهدايا صينية يعني. بس جبت تشكيلة هيك من الصحون على اساس مشان السكب، يعني كل صحن غير التاني عشان اعمل تنويع شوي برمضان. وبنفس الوقت اولا ما نمل، والشغله الثانيه انا ما عندي حدا هذا رمضان، لانه يعني بس انا وبنتي وزوجي، ابني وابني الثاني يعني بدراستهم، وانا يعني الحقيقه حضرت لهم اشياء لازم ياكلوها معهم. فيعني نحن كتير اكلاتنا قليله رمضان، فلذلك جايبه صحون سكب صغيره ما كتير كبيره على اساس انه يعني يكون بكفينا، يعني ما في ضرورة افتح السيرفيسات الكبيرة او الصحون السكب الأساسية الكبيرة. كمان جبت هدول الزريعات، هي الشوكيات من الشوكيات يعني. جبت كفر للموبايل لتغيير شكل عن باقي الكفرات. كمان جبت أطارميز اللي شايفينهم قدامكم عشان المخللات، وعشان كمان إذا بدي أعمل يعني الباذنجان إن كان مكدوس أو مكبوس يعني. وهيك كمان جبت هيدي الشواية. هيدي صراحة أنا جبتها أكتر شي عشان الباذنجان. هلأ هي محطوط عليها أنه فيك تشوي فيها أي شي بدك إياه، دجاج وهيك، بس أنا صراحة جبتها عشان الباذنجان. أنا بحب أشوي الباذنجان على روس الغاز، وبنفس الوقت الروس بيتخربوا، فقلت هيدي بتحميهم يعني. جبت كمان هيدي الصينية، يعني هي من أج، عشان تحضير السحور. بحطها بالبراد، وقبل السحور بالضبط بشيلها وبحطها على الطاولة. هدول كمان معالق صغيرة وشوك صغيرة، يعني بتعرفوا كل بيت على طول بينفقدوا هالأشياء من عندهم. هيدي كتير حبيتها. هيدي عبارة عن براشة، إن كان للليمون أو للبرتقان، وكمان فيكي يعني مثل كأنك تحززيها تحزيز. كمان هي بنفس الوقت تعصر الليمون بهالطريقة هاي. فيها 3-4 أشياء بآلة واحدة، وأنا بحب هالنوعية هاي، وهذا اللون بالذات كتير بحبه. وعم بحاول واحد أغراض المطبخ عندي فيهم، يعني إن كان من نفس البراند أو من نفس اللون، يعني كتير بحب هاللون أنا. هذه نزالة بس للأشياء الصغيرة، يعني إن كان ركوة أو أبريق شاي أو يعني طنجر، عفوا غطا الطنجرة إذا فيك تشيليه إذا كان سخن، أو هذا الشغلات البسيطة يعني. كمان جبت مجموعة سكاكين كنت محتاجة لألون. هيدي سكينة خاصة للحم، كتير نوعيتها ممتازة. وهيدي كمان للخضار والفواكه، وهي كمان للخضار والفواكه. جبتهم بعدة أحجام وأنواع للفائدة. هذا كمان للبهارات، وخصوصا البهارات الفريش نقدر يعني نطحنها فورا. هيدي مساكة يعني ملقط يعني بسموه، وبنفس نوعية المجموعة الثانية. هيدي الفرشاية جبتها للخضار والفواكه على اساس تكون نظيفة، وجنبي ان كان للبطاطا او للشمندر مثلا. هيدي السلة عشان يعني بدي احط فيها اشياء بالمطبخ، غالبا بدي احط العسل. وهيدي كمان كنت محتاجتها اللي عندي خربت، فلتنظيف الغبرة. كمان هيدي لتنظيف الازاز، بتتطول وبتتأثر، كتير مناسبة لحتى يعني تريحنا شوي ما نمط حالنا هي لحالها تطلع توصل لفوق وتنزل. ان كانت بستخدمها ان كان للحمامات او للواجهات الازاز، للشبابيك وهيك. انا واجهاتي كبيرة وبتتعبني كتير، فكنت بحاجة لها. من الاشياء اللي كمان جبتها، جبت الكيس الثاني لنفتحه. طبعا كل هذا جبته بمرة واحدة يعني. جبت هدول قوالب الكيك، وشوفوا مكتوب عليهم
هي سنة سيليكون بس مكتوب عليهم انه بيدخلوا بدرجات حرارة عالية للفرن. جبت منهم 2 كمان، شوفوا نفس النوع ونفس اللون. كتير حابة انه وحد الوان الموجودة عندي بالمطبخ. هاي كمان نفس اللون، هيدي ممكن تقطعوا فيها جزر، خيار، بطاطا، بتعطي اشكال كتير سهلة وحلوة. وهيدي كمان لتزيين الخضار مثل البراية اللي كنا نستعملها للقلم، بس هيدي بتبري الخضار وخصوصا الجزر والخيار. هيدي الآلة يعني لمسك بتتذكروا نحن لما بنكون جايبين مثلا قطارميز، مثلا اي شيء قطارميز بتكون مقفولة، فهيدي بتساعد على فتحها. القطعة الثانية هي لتقطيع التفاح، بس فيها بتستعمليها لأكثر من شغلة. هي صفاية صغيرة، ممكن إذا بدك تغسلي شوية خضار أو هيك بتساعدك. هيدي قطعة للبيتزا. أنا عم بستعجل بالحكي لأنه مسرعت لكم الفيديو مشان ما ياخد منكم وقت. عم بحاول مثل ما قلت لكم وحد الأغراض. هيدي بتعينكم إذا بدكم تقطعوا جبنة أو مرتديلا لحتى تكون متساوية قد بعضها، فبيستعملوها لحتى يعني تكون القطعة قد القطعة بالضبط. كمان هيدي عبارة عن براشة وبنفس الوقت علبة، يعني بدكم تبرشوا شيء بتضلها بالعلبة، بعدين بتشيلوهم بتحطوهم بالمكان اللي انتم بدكم اياه. هذا الكف سيليكون للفرن موحد كمان. وهيدي سكينة كمان كيوت، حبيتها لأنها من نفس اللون. هيدي كمان ممكن تستعمل لأكثر من شغلات، للأكل أو للآيس كريم. كمان هي الراسة للبطاطا. كمان هيدي مصفى للشاي إذا كان عندكم شاي الفلش يعني. وهيدي عفوا الشارة كتير ممتازة. أنا كان عندي منها على لون الأبيض، أعطيتها لأولادي لياخدوها معهم يعني لأنها بتفيدهم كتير. هيدي مثل كأنها يعني الطاعة هي بالأصل بيستعملوها أخواننا المصريين للملوخية. ممكن تستعمليها للبقدونس، للنعناع، على أي خضار تانية، حتى للملوخية. وجاية معها ستاند صغير. أنا صراحة حبيتها لأنه شكلها لذيذ وحلو يعني أكتر ما أنه فائدتها. هدول كيل بنحطهم بالقطارميز حتى نكيل فيهم الأشياء مثل الرز، مثل الطحين. هذه كمان حسيتها حلوة، يعني هي عبارة عن طنجرة صغيرة ممكن تستعملوها للحليب. وهي كمان قلاية صغيرة إذا كنتوا بدكم تقلوا بيضة أو بيضتين بتكفيهم بكل سهولة. كمان جبت هيدي سباتيولا صايرة على جهتين تستعملوها. وهيدي قوالب ممكن للأشياء الحلويات كلها يعني إجمالا. كمان هيدي نحن بنسميها زفاية أو هي المجروف. وكل الأشياء والفرشاية للمجلة وأشياء التانية. هيدي للبطاطا، قلاية بطاطا، ومعاها قطعة للمايونيز أو الكاتشب. بلشنا بأشياء رمضان. هي أول شغلة اشتريتها السنة لرمضان، بدي نحط فيها شمعة وهيك منظرها حلو كتير على الطاولة للزينة. هيدا كمان جبتوه مثل كاسة، بس فينكم تحطوا فيها أشياء تانية خاصة برمضان. وهيدا كمان عشان ينحط فيه التمر او التين او الاشياء هيدي المكسرات. جبتهم هالمره صنع في انديا في الهند. ما كنت جيب من صنع في الصين، حسيت الكواليتي احسن. جبت كمان هيدي اللوحه المقطعه تقطيعات مكتوب عليها انه كيف فينكم تعيشوا حياتكم بأحسن صورة ممكنة. كتير بحب بحط هيك أشياء بالبيت حتى دائما الأولاد يقروها. وكمان جبت هيدي الإضاءة، حبيتها كتير بالمحل، يعني كانت آخر قطعة وشل إياها، والله كان عارضة شل إياها، بس كانت كتير منيحة نوعيتها. جبتها الهلال والنجوم كمان، هي إضاءة بس شكلها كبير يعني لذيذة وبتتعلق تعليق. من الأشياء اللي جبتها كمان لرمضان الفانوس، هيك كمان بيتعلق تعليق، له تعليقة بهالشكل. وكمان هذا رمضان مبارك، الفانوس، الجامع، الهلال، هالأشياء هيدي أساسيات وبتضلها معكم العمر كله. في كمان صورت من البنترست هالصور هاي، وحبيت أعملها ديكوباج على بعض القطع عندي، وإن شاء الله فرجيكم النتيجة. بس صورتها
يعني سحبت الصور وطبعتهم عشان اشتغل فيهم استعدادا لرمضان ان شاء الله. هذه هي كل مشترياتي، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ان شاء الله باذن الله. وهلا رح اعمل لكم جوله على المشتريات كامله، وكمان بدي لكم يا حبيبات مثل ما نحن عم نحضر بيوتنا لرمضان، لازم نحضر روحنا وجسدنا وحياتنا كلها لنكون نفوز بهالشهر الفضيل، لانه شهر ما بيتكرر الا مره بالسنه. فلذلك حاولوا بقدر الامكان مثل ما عم ننظف بيوتنا ننظف قلوبنا، مثل ما عم ننظف يعني مثلا مطبخنا او عم نجهز لاكلات رمضان، لازم نجهز قلبنا ونفسنا لاستقبال هالشهر الفضيل والتقرب الى الله. كمان رح اعملكم جوله بمكتبتي، الكتب اللي قررت اقراها برمضان، القران اللي لازم نعمل له ختمات اكثر من مره. وكمان رح شارككم باذن الله الاشياء الايام القادمه باشياء كمان خاصه برمضان اشتريتها حتى نجدد نفسيتنا ونستقبل الشهر الكريم بكل سعاده وراحه. اذا كنتوا زعلانين من حدا سامحوه واطلبوا السماح منهم للناس اللي انتم زعلينهم. ويا ربي رمضان يكون خير علينا جميعا، وربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي.